الجزء الثاني، النجاح ما كيخربش العلاقات ولكن كيكشفها. في الجزء الاول فهمنا ان المقارنه الاجتماعيه كتخلق توتر داخلي خفي. دابا غنغوصوا اعمق. العلاقات كتكون فيها توازن غير مكتوب، توازن في الادوار، في المستوى، في الصوره اللي كل واحد شايف بها راسه. ملي انت كتنجح كتبدل موقعك داخل المجموعه، كتولي مصدر الهام للبعض ومصدر تهديد للبعض الاخر. العقل البشري كيحب الاستقرار، واي تغيير كيخلق مقاومه. كاين جوج ردود افعال، اما الشخص يقول حتى انا نقدر نطور راسي، او يقول هو غير محظوظ وجات معاه. والتفسير اسهل من المواجهه، حيت التطور كيحتاج شجاعه، اما التبرير كيحتاج غير كلمات وهضره. الدراسات في علم النفس الاجتماعي كتبين ان الشعور بالتهديد كيكون اقوى الا كان التفوق جاي من شخص مشابه جدا وقريب ليك. يعني كل ما كان الشبه بيناتكم اكبر كل ما كان الاحساس اعمق. النجاح ما كيبدلش الناس، النجاح كيبين شكون كان فرحه بيك مشروط. ولكن كيفاش نعرفوا ان الحسد حاضر فعلا؟ كيفاش كيبان بلا ما نوليو شكاكين؟ هادشي اللي غنشوفوه في الجزء الثالث ان شاء الله.